أحداث تاريخية ليس فقط من أجل الذكرى، وإنما أيضا لاستحضار القيم والمبادئ التي ألهمت الأجيال، وتقليد ثورة الملك والشعب المجيدة لا يخرج عن هذه القاعدة، فهي ثورة متجددة يحمل مشعلها جيل عن جيل. وإذا كانت لها دلالات وطنية راسخة تتعلق بتشبك المغاربة بملكهم والتضحية من أجل حرية واستقلال وطنهم، فإن لها أيضا معاني تخص ارتباط المغرب بمحيطه المغاربي والإفريقي. فقد تميزت هذه المرحلة التاريخية بالتنسيق والتضامن بين قيادات المقاومة المغربية وجبهة التحرير الجزائري، حيث تم الاتفاق على شأن الذكرى الثانية لثورة شيرموش مناسبة لتأميم الثورة في الأقطار المغربية، يعتقدون بأنه هو السبيل إلى الإسلام الصحيح، فعلى هؤلاء أن ينظروا إلى أيام يتحملون المسؤولية في الجرائم والمآسي الإنسانية التي تقوم باسم الإسلام. فكلنا مستهدفون، وكل من يفكر أو يؤمن بما قلته هو مسؤول الإرهاب، وقد سبق له أن ضرب المغرب من قبل، وتاريخ البشرية لا يساعد على أنه من المستحيل تحقيق التقدم في أي مجتمع يعاني من التطرف والكراهية، لأنه السبب الرئيسي لانهدام الأمن والاستقرار. كما أن الحضارة الإنسانية حافلة بنماذج ناجحة التي تؤكد بأن التفاؤل والتعايش بين الديانات يعطي مجتمعات أولا بهذه المناسبة أود أن أتوجه بالتهاني لجلالة الملك بهذه المناسبة الوطنية العظيمة ثورة الملك والشعب. الخطاب حقيقة كان خطاب تاريخي اللي تحدث فيه سيدنا الله ينصرو عن إفريقيا وعن مجالات تدخل المغرب في إفريقيا، وكذلك ما قدمته المغرب للجارة الجزائر. كذلك تحدث عن ما يقدمه المغرب في تسوية وضعية المهاجرين الإفريقيين، وتوجه من جهة أخرى إلى جالياتنا بالخارج ليطلب منهم التحلي بالصبر وأنهم يمثلوا وجه المغرب المعروف به، وأنهم يدافعوا في البلدان اللي يقومون فيها على حسب الإرهاب، يدافعوا باش ما يكونش إرهاب. هذا هو الخطاب، بعض المقتطفات اللي بعضنا من الخطاب. والخطاب حقيقة كان خطاب تاريخي.